الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طالعين النهارده بعد ماتش الأهلي وفلامينجو وخسارة الأهلي 4-2 بعد خسارته الماتش اللي فات من ريال مدريد 4-1، وطالعين عشان نحلل أسباب خسارة النادي الأهلي أو عشان نتكلم الأهلي ليه خسر النهارده. طبعا زي ما انتم شايفين كده أنا طالع بالعباية عشان الدنيا في الجو عندي ساقعة جدا داخل الشقة، وقُلت إيه خلاص زي بعض بقى الموضوع مش محتاج إن أنت تقوم تغيّر وتلبس وتروح وتيجي، كده 4 في 4 والدنيا حلوة يعني. طيب مبدئيًا كده يا جماعة إيه هي الأسباب اللي خلّت الأهلي يخسر النهارده 4-2؟ ريال مدريد إحنا خسرنا 4-1، برغم إن إحنا خسرنا 4-1 لكن الأهلي عمل ماتش كويس جدًا، والخسارة 4-1 جات بعد الدقيقة 90 أنت كنت مغلوب لغاية 2-1 لغاية الدقيقة 90، وكان عندك أكتر من فرصة عشان تتعادل داخل ماتش ريال مدريد، ولكن هي دايمًا يا جماعة عشان بس نبقى عارفين في فرق كبير بيننا وبين الكرة الأوروبية. الكرة الأوروبية كرة مصروف عليها، اللعيبة الأوروبيين لعيبة مصروف عليها، اللعيبة الأوروبيين عارفين كويس أوي من أين تؤكل الكتف، عارفين كويس أوي إزاي تدار هذه الماتشات اللي هي الماتشات ماتش أو 2 وتاخد بطولة يعني. الحاجة التانية والمهمة إن اللعيبة دي مبنية صح أو متأسسة صح. كلنا يا جماعة لاحظنا غياب الأساسات أو الأساسيات، طبعًا الكلام ده كان كتير جدًا الفترة اللي فاتت، غياب حاجات كتير زي أساسيات كرة القدم، إزاي تباصي، إزاي تطلع بالكرة من تحت ضغط، إزاي تخلّص الكورة لمّا تيجي لك قدّام الجون، إزاي. وبرغم كده برضه يعني كنا مش فرحانين بس مش زعلانين في نفس الوقت، أنت بتلاعب ريال مدريد فرقة كبيرة بطل أوروبا، أنت مش قلقان أو مش زعلان إن أنت خسرت الماتش ده، ولكن طبعًا أنا كنت متوقع قبل الماتش فلامينجو إن ماتش فلامينجو ده ماتش صعب جدًا، لإن فلامينجو فرقة حلوة، أنا اتفرجت عليها قدّام الهلال. طبعًا الهلال squad كويس، ولكن فلامينجو كان في كذا حاجة في الماتش كده خلّيته يخسر من الهلال، بس اللي عايز أقوله إن ماتش فلامينجو أنا كنت متوقع إن هو يبقى أصعب من ماتش ريال مدريد، لإنك أنت نازل ماتش فلامينجو بعد ماتش كويس مع ريال مدريد، يعني مش عارف، حاسس إن الموضوع اللعيبة هتبقى في استسهال، اللعيبة هتبقى في اللي هو بقى خلاص إحنا ما وصلناش اللي إحنا عايزينه سواء نطلع للفاينل أو برونزية أو ذهبية. فإحنا خدنا قبل كده برونزية 3 مرّات أو 4 مرّات، فمش فارقة يعني. فاللي أقدر أقوله بقى يا جماعة إن أول ما شُفت تشكيل النادي الأهلي النهارده، أول ما شُفت الصفحات منزّلة تشكيل النادي الأهلي النهارده، قُلت استر يا رب، لإن مارسيل كولر النهارده عامل تدوير، عامل rotation بين لعيبة النادي الأهلي، وده بالنسبة للعيبة المصرية طبعًا مش متاح حاليًا. مش موجود إن أنت اللاعب المصري تعمل معاه rotation أو اللي أنت اللاعب المصري الاحتياطي أو اللي ما بيلعبش أو اللي هو الاحتياطي للأساسي ينزل ويشيلك في ماتش زي ده. برغم كده يا جماعة إحنا بدأنا الماتش بشكل كويس، اللعيبة بتلعب بحماس، اللعيبة بتجري في الملعب، اللعيبة بتبذل مجهود الماتش تمام. فجأة كده يا جماعة ضربة جزاء على النادي الأهلي من علي معلول، و1-0 لفلامينجو. بعد كده يا جماعة بدأ الموضوع يبقى مُزعج شوية، إزاي؟ بعد كده بدأ الموضوع يبقى رايح لسكة إن النادي الأهلي بيسيطر على الماتش، النادي الأهلي بيعمل كورة كويسة، النادي الأهلي بيحاول على قد ما يقدر إن هو يتعادل، وهجمات خطيرة من فلامينجو. جون أحمد عبد القادر من ركنية من علي معلول غيّر الماتش تمامًا، لصالح النادي الأهلي طبعًا، بدأ لعيبة الأهلي تصدق إن هي هتكسب، بدأ لعيبة الأهلي تلعب لعبها الطبيعي. بدأ لعيبة الأهلي تسيطر على الماتش، وكان الفترة دي يا جماعة لازم تكسب الماتش. بعد كده الماتش مشي الشوط الأول 1-1، بدأت الشوط التاني يا جماعة، بدأت تلعب برضه بنفس روح الشوط الأول، وبنفس أداء الشوط الأول، ولكن جات لك ضربة جزاء لعلي معلول، خدها محمد شريف، طبعًا اتشد وضربة جزاء. طبعًا ضربة الجزاء دي ضربة جزاء مفصلية ما فيش أي فصال يعني، لإن ضربة الجزاء دي لو جات كان شكل الماتش اتغيّر تمامًا. علي معلول بكل رعونة داخل يحطها بسهولة جدًا في زاوية قريبة جدًا من الحارس بقوة ضعيفة جدًا، فالحارس شالها، فمن هنا فلامينجو بدأ يخش في الموضوع تاني. من هنا بدأ فلامينجو يخش في الموضوع تاني، وبدأ فلامينجو يعرف إن لسه الموضوع فيه إن ما قتلش لسه الماتش يعني، ولكن برضه أنا في حاجات برضه أنا كنت متوقعها وحصلت، يمكن ما حصلتش في الشوط الأول بس حصلت في الشوط التاني. أنت عندك بعض العناصر اللي في الأهلي
مش هتشيلك داخل النادي الأهلي الفترة اللي جاية أو في أي وقت عمومًا. عندك طاهر محمد طاهر، أنا مش عارف أنت مراهن على طاهر محمد طاهر بناءً على إيه؟ هو شوية جري في الملعب وخلاص على كده، لا finish ولا أداء ولا باص ولا، فما فيش أداء واحد. واحد طاهر محمد طاهر النهارده برغم هتقول لي مجهود الدفاعي، هتقول لي لأ خلاص الموضوع بالنسبة لي خلاص طاهر محمد طاهر النهارده off day. بيرسي تاو نفس الحكاية، ضيّع كورة مهمة جدًا في وقت مهم جدًا بعد جون لعبد القادر اللي شابوه النهارده لعبد القادر، عمل ماتش كويس جدًا، 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 وطبعًا سجّل الهدف التاني، ولكن أنت دلوقتي عايز نوعية عبد القادر ده كتير في النادي الأهلي. يمكن هو مش أحسن حاجة بالنسبة لجمهور الأهلي، ولكن هو بيدّيك ال70% اللي أنت عايزهم، الراجل بياخد الكورة ويستلم بيروح واحد على واحد، عنده الجراءة، عنده القدرة على المراوغة، عنده حاجات كتير ممكن يعملها، عنده جون تاني عالمي للنادي الأهلي بصراحة. أنا قُلت بعد الجون ده بتاع أحمد عبد القادر خلاص بقى هنسيطر على الماتش وهننسى بقى ضربة جزاء علي معلول وكده. جات كورة بيرسي تاو وخلاص خرّجتنا من الملعب تاني، لإن بيرسي تاو الكورة سهلة يا بيرسي تاو يعني. المفروض أنت لاعب جاي من برايتون الإنجليزي وجاي من الدوري الإنجليزي، الكورة دي يا جماعة ما تضيعش يعني حرام يعني، حرام بجد والله اللي هم بيعملوه فينا ده. بعد كده بدأ فلامينجو طبعًا بيتميز يعني فرقة سريعة جدًا، السرعة عندهم والمهارات الفردية عندهم بصراحة فظيعة، فظيعة بجد يعني. الفرقة دي بتنقل ملعب بسرعة رهيبة خصوصًا في الهجمات المرتدة يعني. طبعًا إحنا ما كناش قادرين نجاري سرعة فلامينجو، ولكن إحنا كنا بنضيّق المساحات على قد ما نقدر والرجولة والمجهود والحاجات اللي بتحصل في الملعب كانت تمام. خالد عبد الفتاح لغاية الدقيقة اللي هو اتطرد فيها كان عامل ماتش عالمي بصراحة، ولكن غلطة يعني أو ممكن أقول تافهة أدِّت لحاجة من 2، يا إمّا ضربة جزاء ولمّا رجع للVAR غُربال خلاص قال لها بدل ضربة جزاء فاول على حدود المنطقة وطرد، وأنا مش شايف إن هي ترتقي لطرد يعني. بعد الطرد الموضوع اتغيّر تمامًا، 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 تمامًا. لعيبة الأهلي يا جماعة بعد الطرد مش عارف إيه اللي حصل، إيه اللي جرى، إيه اللي جرى بعد الطرد والّا إيه اللي حصل، أنا مش عارف والله بجد يعني. بدأ التراجع رهيب، أنت غالب 2-1 ومطلوب منك واحد ما فيش مشكلة وفريق جامد وفريق كبير، بس برضه كمّل. العب، ما فيش، الموضوع اتحوّل تمامًا كإن أنا خسرت الماتش بعد الطرد على طول. أنت بعد الطرد بتلعب 10 قدام 11 وياما لعبت 10 قدام 11 إيه الموضوع يعني إيه الأزمة؟ وكمّل اللعب، كمّل اللي أنت بتلعب عليه، ورغم كده جات لنا فرصة مهمة جدًا أحمد عبد القادر خطف الكورة وخد بsprint جامد جدًا وباص الكورة لمحمد بيه شريف الله يرضى عنه، الله يرضى عنه، الله يرضى عنه ويرحمنا منه بقى، يرحمنا منه بجد ويرحمنا من اللي هو بيعمله فينا بقى له فترة. ياخد الكورة وأنت راجل بتلعب باليمين يحط الكورة على الشمال ويشوطها في إيد الجون. طب أنت راجل بتلعب باليمين، يا عم الشمال بتاعتك كويسة بتجيب بيها أجوان كتير ولكن أنت أصلًا بتلعب باليمين، حطها باليمين في أي زاوية، في الناحية التانية كان في حد مكمّل معاك على وينج اليمين ما تحطها له وأنت مش واثق في نفسك مش عارف تجيب جون، خلاص حطها للجنب اليمين اللي على يمينك، حطها باليمين في أي زاوية يمين، ده الكارثة إن الجون مسكها، الجون مسكها، ودي برضه كانت لحظة فاصلة في ماتش الأهلي وفلامينجو، لإن خلاص أنت بالكورة دي لو جات الكورة دي 3-1 أنت خلاص كده زي ما بيقولوا قتلت الماتش، حتى فلامينجو لمّا يحاول يجيب جون والّا حاجة خلاص أنت كده قتلت الماتش يعني. بعد كده يا جماعة بدأ تراجع رهيب من النادي الأهلي ومش عارف ليه، طبعًا تغييرات مارسيل كولر حاجة يعني مش عارف والله، أنت كنت مستني إيه عشان تعمل تغييراتك، أنت كنت مستني إيه؟ وصراحة الغربال معدّي كام كورة النهارده كان ممكن حمدي فتحي يتطرد، كان ممكن كذا حد يتطرد بجد يعني من النادي الأهلي، أنت كنت مستني إيه؟ ورغم كده نزّلت أليو ديانج وبعدين نزّلت حسين الشحات في آخر دقايق بتفكّر في إيه، أنت عايز إيه؟ طبعًا أليو ديانج أو حسين الشحات أو أو محمد هاني اللي نزلوا أنا يا جماعة مش هاقدر ألوم على اللعبة دي، اللاعب المصري لاعب نفسيًا، عايز تاخد أقصى ما عند اللاعب المصري عامله نفسيًا، لمّا تنزّل لاعب زي كده متألق زي محمد هاني أو حسين الشحات في آخر دقايق في آخر 10 دقايق اللي هو أصلًا الوقت بدل ضايع اللي هو في الدقيقة 90 تفتكر هتاخد منه إيه يعني معلش؟ تفتكر أنت لاعب منزّله آخر دقيقتين أو آخر 3 دقايق، ده على ما يخشوا في الماتش أصلًا يكون الماتش انتهى، فأنت بتتكلم في إيه يعني؟ ما فيش، يعني أنت الأول بادئ التشكيل وأنا رأيي إن التشكيل خاطئ تمامًا، يعني أنت عايز تريّح بعض العناصر ما تريّحليش 6، 7 يعني ممكن تريّح لي 2، 3 على أقصى تقدير مش 6، 7 يعني، فأنا مش عارف والله، أنا مش عارف والله مارسيل كولر يعني النهارده ياخد 2 على 10 في الماتش بتاع النهارده، برغم إن نزلوا مش وحشين يا جماعة، بس لازم تلتمس لهم العذر، الناس دي قاعدة في التلاجة بقى لها فترة، لمّا تيجي تنزل وقدّام فلامينجو، فلامينجو ده يا جماعة يعني هو وريال مدريد محطوطين في البطولة دي سواء. يعني سواء فلامينجو أو سواء ريال مدريد محطوطين الاتنين في البطولة سواء، اللي هُم الاتنين بييجوا عشان يلعبوا ماتشين للبطولة، ده بطل أمريكا الجنوبية وده التاني بطل أوروبا، فالاتنين دول يا جماعة من أقوى الفرق اللي موجودة في البطولة ومصنفين في البطولة أول وتاني، ريال مدريد الأول وفلامينجو التاني،
فأنت بتعمل إيه؟ مارسيل كولر أنت بتعمل إيه؟ أنت بتفكّر في إيه؟ المعاونين المساعدين اللي موجودين معاه المصريين، أنت ليه ما قُلتلوش اللي أنت بتعمله ده خطورة، أنت بتجازف، أنت بتعمل خطورة، والله حتى لو كسبت إحنا برضه كنا نقول الكلام ده، لإن أنت حتى لو كسبت أنت عملت خطورة وجازفت بحاجات كتير جدًا، وجازفت بلاعبين كتير جدًا جايبهم من التلاجة يعني، معلش يعني إيه اللي أنت بتعمله ده؟ وبعدين اللعيبة اللي نزلت بعد كده برضه ما عملتش ما قالتش حاجة، ما فيش ما جابتش هتجيب إيه يعني؟ وصار الأمر إن فلامينجو أي كورة بتروح بعد الطرد أنت حاسس إن هي جون. طبعًا محمد الشناوي أنا مش عارف أنت مهزوز ليه يا محمد الشناوي، عايز إيه تاني من الخبرات وعايز إيه تاني من الحاجات اللي ممكن تكون موجودة عندك عشان ما تبقاش مهزوز في ماتش زي ده؟ أي كورة بتتشاط عليك بتتصد بتترد علينا، ما فيش كورة بتتصد، الكورة اللي أنت طالع تشوطها تشيلها بتخش في زميلك تقع على الأرض جون، في إيه؟ يا جماعة في إيه؟ أنا مش عارف يا جماعة والله في إيه؟ يعني المفروض إن الأهلي فيه يعني نوعيات وخبرات أكتر من كده، أنت لاعب دلوقتي كام كاس عالم عشان تخش بالطريقة دي أو تتغلب بالطريقة دي؟ لا يا جماعة بصراحة يعني الأهلي النهارده برغم إن الماتش ما كانش وِحِش، ولكن التفاصيل الصغيرة داخل الماتش خسّرتك 4-2 وبصراحة أنت كنت يعني تكسب الماتش ده وبسهولة جدًا يعني، فلامينجو أي نعم فريق كبير بس مش ريال مدريد. بصراحة يا جماعة النهارده الأهلي نكِّد علينا بجد يعني، لإن في حاجات كتير كانت ممكن تحصل أحسن، أنا لو خسرت أنا لو لعبت وعملت اللي عليَّ وخسرت أنا ما عنديش مشكلة خالص، بس لأ أنا عندي squad أنا عندي حاجات ممكن أعملها، أنا عندي حاجات ممكن أخلّيها يعني معلش يعني واحد زي خالد عبد الفتاح عمل ماتش كبير وكل حاجة، بس غلطة خسّرتنا ماتش يعني، معلش يعني، أنا ليه أجازف بواحد زي خالد عبد الفتاح دلوقتي؟ طب أنا عارف إن اللعيبة بتاعتي مُجهدة أو أنا حاسس اللعيبة بتاعتي مُجهدة، أنا ألاعب اللعيبة الأساسية في أول الماتش مثلًا وأبدأ أغيّرهم، أمّا أشوف نتيجة الماتش أشوف الدنيا فيها إيه، إنّما مش هاعمل لأ، الrotation يا جماعة في مصر فكرة فاشلة. الروتيشن في مصر يا جماعة تدوير اللاعبين في مصر فكرة أثبتت فشلها في كل الأندية. أنت عايز تعمل تدوير بالنسبة للأندية أو بالنسبة للعيبة أو بالنسبة اللي موجودين في مصر يعني أو الأندية المصرية، أنت عايز تعمل من أول وجديد، عايز تجيب من أول وجديد بقى، عايز تجيب من أول النشء وتعلم الناس يعني إيه أبقى قاعد على الدكة ونازل أموت نفسي، أبقى قاعد على الدكة وأبقى نازل زي الأساسي، يا جماعة الكلام ده مش موجود في مصر والله يعني ما نديش نفسنا أكتر من حجمنا. الكلام ده بيحصل في أوروبا بنشوفه كتير، بس أنا قُلت في الأول معطيات أوروبا غير معطياتنا تمامًا، تمامًا، تمامًا في الدوري المصري، وغير معطياتنا تمامًا، تمامًا، تمامًا في حاجات كتير يعني. فبعد إذنكم يا جماعة، بعد إذنكم أنا مش فاهم المعاونين المصريين فين، ما أنت قُل لكولر ده راجل جديد جاي جديد مش ممكن يكونش فاهم الكرة المصرية أوي، ممكن ما يكونش فاهم طبيعة اللاعب المصري أوي، يعني أنا أوضّح له، أقول له أنا اللاعب المصري بتاعي الأساسي لمّا بتقعّده وينزل بيبقى نازل منكِّد، خلاص إحنا متعودين خلاص هو ده ظروفنا خلاص، أي لاعب هينزل وهو قاعد على الاحتياط هينزل منكِّد، هينزل مش عارف يلعب، هينزل مش عارف يعمل حاجات كتير. فبصراحة يا جماعة ماتش بصراحة كان مُزعج لأبعد الحدود يعني، وماتش كانت في إيدينا وبسهولة جدًا إن إحنا نكسب، بس مش عارف والله ضيّعنا برونزية كده على الهوا، بس كده لا أكتر ولا أقل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.